السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى وتانية ثانوي ملكوش حجة هتقفل درجات الترم التاني، يعني هتقفل درجات الترم التاني. وده مش كلامي، ده كلام وزير التربية والتعليم. وزير التربية والتعليم يوجه بتوزيع ورقة المفاهيم على طلاب أولى وتانية ثانوي. مش بس كده، لا، ده ورقة المفاهيم تحتوي على إجابات امتحانات الترم الثاني. وفي فيديو النهاردة هوضح لك بيان وزير التربية والتعليم ونقاط هامة جدا بخصوص ايه هي ورقة المفاهيم، مين اللي هيضع ورقة المفاهيم وحط تحتيها مليون خط. النقطة الثالثة، ودي نقطة هامة جدا، في الترم الأول كان في أخطاء، وفي الترم الأول في مدارس كتير جدا وطلاب ما استلمتش ورقة المفاهيم. هل فعلا ممكن الترم ده يحصل زي ما حصل الترم الأول ونلاقي طلاب ما استلمتش ورقة المفاهيم؟ ورقة المفاهيم هتتوزع على طلاب الثانوي العام فقط ام الثانوي الخدمات والثانوي المنازل ايضا؟ اهلا وسهلا بجميع طلابي الكرام على قناه الاخصائيه شيماء هيكل. قبل ما ابدا فيديو النهارده واوضح لحضرتك ازاي ورقه المفاهيم هتساعدك في تقفيل درجات الترم الثاني، لازم اوضح لك هتلاقي على القناه النماذج الاسترشاديه للترم الثاني بالاجابات النموذجيه، وكمان تقدر تحصل عليها PDF. ولكن قبل ما نبدا الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه ودعوه حلوه من القلب. رقم 1، وزير التربية والتعليم يوضح التالي: ورقة المفاهيم ستكون عبارة عن ورقتين أو 3 حسب كل مادة. يضع ورقة المفاهيم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي. ودي أهم نقطة، يعني الموجه اللي هيحط لحضرتك امتحان الترم الثاني في مادة الفيزياء هو نفسه الموجه اللي هيحط لحضرتك ورقة المفاهيم. هل بالعقل كده يا مس هتكون ورقة المفاهيم تحتوي على نفس الإجابات؟ الإجابة أيوة، هيكون فيها نفس الإجابات، ولكن الطالب الذكي، الطالب اللي مذاكر، الطالب اللي قرأ حتى المنهج هيعرف يطلع الإجابة من ورق المفاهيم. يتم وضع ورقة المفاهيم في حدود محتويات الورقة الامتحانية. ثانية واحدة، إيه ده؟ يعني ورقة المفاهيم هيتم وضعها في حدود الورقة الامتحانية فقط؟ أيوة، يعني ورقة المفاهيم هتحتوي عن نفس النقاط الهامة اللي موجودة في ورقة الامتحان اللي قدام حضرتك، وسوف تتضمن جميع القوانين وجميع المعلومات المتعلقة بكافة أسئلة الامتحان بكل مادة، لتعد أداة الوصول إلى معلومة يحتاجها الطالب لكي يصل إلى الإجابة. ببساطة شديدة جدا كان المفروض يكتبه إلى النجاح والتوفيق كمان. يتسلم الطالب ورقة المفاهيم يوميا مع بدء الامتحان، على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ به. إذا وزير التربية والتعليم بيوضح أهمية ورقة المفاهيم لجميع طلابنا الكرام. ورقة المفاهيم هتوزع على مين؟ الثانوي العام، ثانوي خدمات، ثانوي منازل. ولو انت من الطلاب اللي متابع معانا، لو بدأت الامتحانات وما استلمتش ورقة المفاهيم، اكتب لنا اسم محافظتك واسم مدرستك. وكمان وزير التربية والتعليم وضح التالي: يتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارات وفقا للكتاب الدوري. والامتحانات تكون عبارة عن 85% اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية. بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس اللي استلموا التابلت، إذا الطلاب دول هيمتحنوا امتحان إلكتروني، ولكن لازم تتأكد إن التابلت بتاعك تم تحديثه. أما الطلاب اللي ما استلموش التابلت هيكون امتحانهم امتحان ورقي، ويكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني، وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة. وتعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد أقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وكما هو متبع في الأعوام السابقة. يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة. وزير التربية والتعليم، أنا رأيي الشخصي إن ورقة المفاهيم ورقة هامة جدا جدا، ومش بس لطلاب أولى وتانية ثانوي، وكمان لطلاب تالتة ثانوي. عشان كده نزل كتيب المفاهيم قبل امتحانات نهاية العام الدراسي. لو أنت من الطلاب اللي ما كنتش استلمت ورقة مفاهيم في الترم الأول، فأحب أوضح لك نقطة هامة جدا. بعد تعليمات وزير التربية والتعليم من المفروض إن يتم طباعة ورق المفاهيم وتوزيعها على الطلاب، وهتابع معاكم توزيع ورق المفاهيم على طلابنا سواء ثانوي عام، ثانوي خدمات،
ثانوي منازل. لو انت عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، ولكن ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان ننزلكم كل الأخبار المفرحة المبهجة. وما تنساش هتلاقي على القناة توزيع درجات أولى وتانية ثانوي الترم الثاني، ودي نقطة هامة جدا. أما الطلاب اللي بتسأل هل في رسوب في أولى ثانوي، هسيب لحضرتك فيديو هام جدا في التعليقات، لكن إن شاء الله هتنجح معانا بإذن الله تعالى. بالتوفيق لجميع طلابي الكرام.